ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي ازاي اقولك تعملي برام رز مدسوس او الرز المعمر الفلاحي بالطريقة الاصلية بتاعتنا في الريف، وازاي يطلع معاكي مفلفل كده ومش معجن ويكون البرام خاتم كده. انا بحب البرام يكون خاتم كده، ما يكونش الرز بعد ما يستوي في نص البرام او تلتين البرام، الشكل ما بيكونش لطيف. لكن لما بيكون خاتم كده الرز بعد ما استوى كده مال البرام كله واحد متساوي، لا حته عاليه ولا حته واطيه، والمطبات الصناعيه اللي بتكون في شكل البرام دي لا. وازاي يعمل معانا الوش الاحمر الجميل ده واللمعه الحلوه دي من غير اضافات مواد دهنيه كتير ولا حليب كتير ولا كل الافتكاسات ولا الدهن برام ولا الحوارات دي كلها. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجه انا هعمل برام ساده وهعمل واحد باللحمه. الصغير هيكون ساده والكبير هيكون باللحمه. احنا في الريف بنحبه حادق او ما بنحبوش عليه سكر يعني، فاللي حابب يحط سكر في الساده طاجن الرز اللي هو الحلو يبدل بدل الملح السكر بالنظر كده او حسب الرغبه طبعا. بس سواء حطينا ملح او حطينا سكر، المعمر او المدسوس بيظهر فيه الملح او السكر جامد يعني، فما نكترش. مش زي اللي احنا بنعمله في الحله مثلا بيحتاج كتير سواء سكر ولا ملح بيحتاج كتير، لا ده حاجه بسيطه كده بيتعمل فيه بيبقى طعمه حلو قوي. هنعير بقى الرز. بالنسبة للبرام السادة، سواء هتعملي في برام او هتعملي في صينية ألمونيوم او في اي طاجن عندك، قد الرز قد المادة السائلة اللي انت هتحطيها. وبالنسبة اللي هو معاه لحمة بيكون التلت رز والتلتين اللحمة والمادة السائلة. ده العيار المظبوط بتاعه، هيطلع معاكي بالشكل اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده. وطبعا بالنسبة للحمة هنختار نوعية لحمة تكون صغيرة او بتستوي بسرعة. نقول للجزار ان احنا عايزين حتة بتستوي بسرعة عشان هنقطعها شرايح. وفي طاسة على النار هننزل بمعلقة زيت ومعلقة زبدة عشان الزبدة ما تتحرقش معانا، ونشوح اللحمة بدون اي اضافات تانية لحد ما تاخد معانا لون حلو كده. طبعا انا كان معايا نص كيلو من اللحمة، كل واحد بقى على حسب هو هيحط قد ايه في البرام بتاعه او حجم برامه قد ايه. انا حطيت البرام ده نص كيلو من اللحم، شوحته على جميع الجهات كده بالشكل ده. هو مش هياخد اي وقت معايا وهيكون استوى حوالي 3/4 تسوية كده قبل ما نحطه في الطاجن، لان طاجن الرز مش بياخد كتير في الفرن، فبمجرد ما يدخل مع الرز الفرن يكون كمل تسوية. ضفت له حبتين كده من الحبهان وورقة لورا بس كده اثناء ما انا بشوح. بعد ما شوحت اللحمة كده غسلت الرز بدون نقع وبدون اي حاجة خالص. غسلنا الرز في الطاجن زي ما هو كده عشان خاطر ما نهدرش كمية الرز ولا نبوظ المعيار بتاعه او العيار بتاعه. ونجنب شوية كده من الرز وندفن اللحمة كده بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو موضح لي. هنرش على اللحمة كده حبة ملح حبة فلفل اسمر، نرص كده نجنب شوية من الرز ونرص اللحمه وندفنها كده بالشكل ده بالرز. عايزه اقولك انك انت ليكي مطلق الحريه في الماده الدهنيه. تقدري تحطي زيت زبده عشان الزبده بتديله وش، وتقدري تحطي سمنه وزبده، وتقدري تلغي القشطه. او في ناس كمان مش بتحط له الماده الدهنيه مع اللبن خالص، بتحط له الماده الدهنيه بعد ما بيخرج من الفرن ويستوي، زي ما حطيت معلقه السمنه الاخيره اللي هي على وش البرام بعد ما استوى. في ناس بتحط ده بدل السمنه ديت زيت، وفي ناس بتحط سمنه. بس افضل طعم اللي هو الخلطه اللي انا عملتها ديت اللي هي بين الزبده والقشطه والسمنه، وطبعا ما حطيتش زيت خالص، الافضل المواد الطبيعيه دي. وننزل بقى بباقي البهاريز بتاعه اللحمه ديت على الطاجن بتاع اللحمه. بعد كده معايا لتر من الحليب، يدوب بس دفيته كده يدوب معايا الماده الدهنيه. نزلت عليه برشه من الفلفل الاسود ونص معلقه كبيره من الملح للبرامين، ومعلقه كبيره من الزبده، ومعلقه كبيره من السمنه، ودوبت كل الكلام ده مع بعضه. وبعد كده نزلت في البرايم بالحليب دافي يعني. لو هو طازه وصابح مش لازم تدفيه ولا اي حاجه، بس انا دفيته عشان يدوب معايا الماده الدهنيه. بعد كده هنكمل الباقي العيار بالميه، ميكس بالاتنين. لازم نحط ميه، ما نحطش الكميه كلها لبن عشان حبايه الرز تطلع منفوشه كده، ما تبقاش معجنه ولازقه في بعضها كده. وندلعه بقى كده شويه ونحط له معلقه من القشطه، مش اللبن او قشطه معلبه، اي نوع بقى من القشطه عندي. نحط له معلقه كده حلوه كده
مليانة، ونحطه على صينية الفرن بقى علشان خاطر لما لو فار ولا اي حاجة ما ينزلش على ارضية الفرن يبهدلها لنا. طبعا انا هسويه في فرن البوتاجاز. هنحط الصينية على ارضية الفرن، والفرن بيكون ساخن من قبلها وبيكون على اعلى درجة حرارة، ونشغل معاه الشواية برضو على اعلى درجة حرارة. اول ما ياخد معانا لون كده من فوق نطفي الفرن خالص من فوق ونهدي خالص من تحت. ولو حسينا ان هو اثناء التسوية كده بيكب السوائل اللي فيه او بيفور زي ما بنقول كده، يبقى نهدي خالص عليه لحد ما يتشرب كل السوائل بتاعته ويستوي معانا. هو مش بياخد اكتر من تلت ساعة ل25 دقيقة، مش بياخد اكتر من كده، بيطلع معانا جميل جدا جدا. طبعا المية واحنا بنحطها لازم تكون دافية او سخنة علشان تساعد الرز في الغليان على طول، ما يبوش مننا في الفرن ويبقى معجن ومش لطيف. انا بعمل الرز من غير ما بنقعه تماما، يدوب بس بغسله واشتغل فيه على طول. ولو فرن غاز بنحط برضو في صينية عشان ما يفرش على ارضية الفرن، للحفاظ على ارضية الفرن او بلاطة الفرن، ونعلي من تحت ونهدي من فوق خالص علشان الفرن الغاز بيكون مضغوط كده فبيسوي معانا الرز، بياخد معانا لون بسرعة، هتلاقي الوش احمر لوحده. الفرن بقى اللي هو البلدي اللي هو الطين ده احنا بنتحكم فيه، بنبقى قاعدين قدام. لو عندي الفرن بيشتغل لوحده والشوايه بتشتغل لوحدها يبقى هنشغل الفرن لحد ما نحس ان الرز كده هيبدأ في الغليان كده، ولع الشوايه شوية ياخد لون، وبعد كده نرجع نشغل الفرن تاني عشان الرز ما يعجنش معانا. من 20 ل25 دقيقة بالظبط هيكون استوى معانا وطالع معانا بالجمال والحلاوة دي. حتة اللحمة معانا مستوية ودايبة وجميلة، والرز مش معجن وطالع كله سوا واحد، سوا البرام. وهنديله بقى معلقة سمنة كده ندهن بيها وشه كده، نروق بيها عليه، تديله لمعة بس مش اكتر. لو مش حابين تضيفوها بلاشها، هو كده زي الفل واخد ادامه وسنته. هي دي الطريقة اللي بنعمل بيها البرام الرز المدسوس او المعمر في الريف بدون اي افتكاسات تانية. اتمنى الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.